حورية فرغلي تدعم الشعب الفلسطيني في إحدى الظهور على إنستغرام، حيث دعمت الفنانة حورية فرغلي الشعب الفلسطيني وعبرت عن حزنها الكبير لسقوط ضحايا على مدار الأيام الماضية برصاص الاحتلال الإسرائيلي. ونشرت حورية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت خلاله قائلة: أنا بعمل الفيديو ده تضامنا مع شعبنا الحبيب فلسطين، وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه، ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين. واستكملت: الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة، والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة. معقولة الناس دي تروح ضحايا؟ حد عمل حاجة غلط؟ هم ذنبهم ايه؟ الناس دي بتموت تتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت. مضيفة: حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة، وانا ماليش في السياسة خالص وعمري ما اتكلمت فيها، بس والله العظيم لأول مرة اقول ده. لازم جامعة الدول تتكلم وتعمل حاجة، واحد يغلط يحاسب البلد كلها ازاي. وانهت تعليقها قائلة: انا حزينة جدا جدا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش اكملها، بس لازم يكون في حل، ولازم الناس اللي تقدر تحل. وحرص العديد من النجوم والمشاهير العرب على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته، وذلك بنشر صور ومقاطع فيديوهات من انتفاضة الشعب الفلسطيني عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن آخر مشاركات الفنانة حورية فرغلي كانت بمسلسل أيام وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وهم رياض الخولي، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة. بكده يكون خلص الخبر ده النهاردة. يا رب يكون نال اعجاب حضراتكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.